السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. اليوم يا أخوان بدنا نستكمل حكاية المعارض الإماراتي جاسم الشامسي. طبعا حكيت عنه من حوالي تقريبا 10 أيام، بعدين والله هي الحكاية جابت لي إحباط، يعني امتنعت عن النشر لفترة يعني، وانشغلت ببعض الأمور. فالشيء اللي خلاني أطلع في هذا الفيديو إنه امبارح شفت فيديو للأخ أنس هبرة، وهو بيحكي عن حكاية جاسم الشامسي. طبعا هو حكى عنه في السابق، وبعدين زوجة المعارض الإماراتي اتصلت معه بشكل مباشر وفهمته الحكاية والتفاصيل، لأن في كتير ناس قالت لا هن ما قبضوا عليه لأنه معارض، لا هو كان مخالف كذا. فعلى حسب يعني ما سمعت من كلام أنس هبرة، وهذا الكلام يا أخوان من زوجة المعارض الإماراتي، يعني كلام صحيح دقيق 100%، ما والله قيل عن قال، إنه هذا المعارض اللي اسمه جاسم الشامسي هو معارض إماراتي. لكن كعادة الإمارات وكتير دول عربية، أي شخص بعارض فبيسحبوا منه الجنسية. تصوروا يا أخوان بصير الرجل هيك بدون أي جنسية، لا بيستطيع يستخرج أوراق أو باسبور أو هوية أو أي أوراق ثبوتية. هذا الأمر اللي بعقد إقامته، خصوصا إذا كانت إقامته في الدول العربية. يعني صراحة لو كان في دول الغرب، في دول أوروبا أمريكا، ما راح تحصل عنده أي مشكلة، لكن نحن هيك، نحن دول العربية هيك. فكان مقيم لمدة 10 سنوات في تركيا. طبعا زوجته سورية وعنده من الأولاد 5. بعد 10 سنوات ولأن سوريا تحررت، هو كان من أشد مناصرين الثورة السورية. اعتقد أنه ممكن ينتقل للعيش في سوريا، كون أن سوريا صارت بلاد حرة، وكون أن زوجته سورية فدخل. طبعا هو كان مقيم إقامة اسمها إقامة إنسانية في تركيا. فلما قرر أنه يتوجه إلى سوريا، ما عنده باسبور، ما عنده أي وراق ثبوتية. على الحدود استوقفوا وسألوني أنت وين وراءك، وين باسبورك؟ هذا شيء طبيعي جدا. فلما شرح لهم وزوجته سورية، مواطنة سورية وعندها 5 أولاد، فسمحوا له أنه يدخل إلى داخل الأراضي السورية، شريطة أنه يراجع الهجرة والجوازات، ومشان يعني يضبط أموره. فعلا الرجل دخل، ولما حب أنه يضبط وراءه يعني حتى يحصل على الإقامة، يعني تكون إقامته شرعية عفوا، فهون ألقوا القبض عليه، أو عفوا هون طلبوا منه المغادرة. قالوا له يا أخي نحن عم نحاول نبني علاقات مع دولة الإمارات وما بدنا مشاكل، ونحن دولة ضعيفة، فغادر الأراضي السورية وشوف لك أرض أخرى تقيم عليها. طيب ما في مشكلة، مع أني أنا ضد هذا القرار. يعني كان بإمكانكم يا أخوان، يعني نحن نتفهم، نحن والله يا أخوان نتفهم وضع الدولة السورية إنه وضع ضعيف جدا، ما هي قادرة أن تواجه أي دولة. يعني فرضا لو النظام الإماراتي حط سوريا في رأسه راح يسوي لنا مشاكل، وبتعرفوا شلون شغل الإمارات، ويزرع لنا خلايا ويحاولوا يقلبوا نظام الحكم إلى ما آخر هي القصص اللي معروفة عنا. فيعني المهم طلبوا منه المغادرة. طيب لما حب يغادر حيروح تهريب، يعني ما عنده إلا تهريب. ألقوا القبض عليه، ولحد الآن عنده تقريبا أكثر من أسبوعين وهن معتقلينه. والزوجة المسكينة خايفة أشد الخوف على زوجها ليقوم يرحلوه وين للإمارات. لا استطاعت تشوفه، لا خلوها تشوفه، ما طمنوه وما أعطوه أي ضمانات أو تطمينات إنه يا أختي ما راح نسلمه. فوالله يا أخوان هذا العمل لا يجوز ولا يرضي الله. وعلى حسب أنس هبرة، وقال إنه معلومة دقيقة، إنه هاي المعلومات وهي القصة ما بيعرف فيها وزير الداخلية. إذن أكيد الرئيس أحمد الشارع ما بيعرف هالمعلومات. يا أخوان لازم نخاف الله بهذا الرجل، يعني رجل مسلم لجأ إلى ديار مسلمة، تمام، وزوجته سورية. شوفوا الاعتبارات. يعني رقم 3 كان من أشد المناصرين للثورة السورية. يعني أنتم متخيلين حالة الإحباط اللي حاليا هو عايش فيها؟ يعني أكاد أنا لو أنا بداله ما بصدق. معقولة هي سوريا الحرة؟ معقولة يلقوا القبض علي؟ معقولة هي الدرجة ما يسمحوا إنه يشوف زوجته أو يحكي مع زوجته؟ أقول لك يا إخوان إيش المبرر؟ أنا ما عم بشوف أي مبرر. ما في مشكلة، عيني وراسي، ما بدكم تساوي عداوات مع دولة الإمارات. يا أخي أعطوه باسبور آخر، اتفضل هي باسبور سوري
نظرا لظروفك الإنسانية. يا أخي روح غادر، روح البرازيل، روح الأرجنتين، روح الأكوادور، روح الأوروغواي، أي منطقة ما بتحتاج لفيزا. إذا كل هالقد ما بدكم تزعلوا الإمارات، وإذا كل هالقد بدكم يعني يعني تعملوا علاقات مع أو يعني مشان ما يعني تحرك علينا المسائل، يا أخي ما في مشكلة، بس يعني هيك بهالطريقة هاي. والله هذا الأمر جدا جدا صادم، وأنا أكاد أجزم يعني جازما أن السيد الرئيس أحمد الشرع لا يقبل بهذه الأمور، لا يقبل يا أخوان، لا يقبل. طلب إجارتنا أجرناه في ظرف معين، يا أخي قولوا له اسكت، لا تعارضنا أراضينا، منقدر هذا الأمر. إخوان نحن جماعة يعني ما عندنا عقلية متعصبة، بنقدر الأمور وبنراعي فقه الأولويات وفقه المرحلة. وراعينا سابقا لما منعوا المعارض المصري أحمد المنصور أنه يعارض النظام المصري من على أراضينا. نعم راعينا هي المسائل، وبنعرف أنه هي الدولة دولة وليدة وعم تحاول يعني تقوم إلى الأنقاض. وبنعرف أنه السيد رئيس أحمد الشرع حاليا ما عنده اعتبار إلا اعتبار الشعب السوري والقيام والنهوض بهذه الدولة. هذا كله نعرفه تماما، يعني ما بنطلع مثل الإعلام المصري المعارض ويهاجموا أحمد الشرع على الرايحة والجاي والنظام وكذا ولا وطوبز. لا، قائدنا ما طوبز، دولتنا ما طوبزت، بس يعني عم تحاول تهدي الأمور حتى تقوى شوكتها. هذا كله مراعاة. لكن ما يا اخوان نوصل لهي الدرجة؟ لا، هي الدرجة صارت درجة غير مقبولة. يعني قبضتوا على الزلمة طب شلون؟ خلوه يا اخي، كفوا النظر عنه. بده يطلع تهريب يطلع تهريب، الله ييسر له. يعني اكيد رايح لتركيا، اجى من تركيا وبده يرجع تركيا. طب انتوا قلتوا له غادر الاراضي، طب شو بده يغادر الاراضي؟ ما عنده باسبور. يعني هي البيروقراطيه والاوراق والروتين بلاها يا اخوان، بلاها. راعوا وضعه، راعوا وضع زوجته. يعني انتوا وين حق زوجته كسوريه، كمواطن سوري وعندها 5 اولاد؟ وين يا اخوان رد الجميل انه كان مناصر للثوره السوريه؟ والله يا اخوان هذا موضوع جدا المني، جدا المني. وان شاء الله ما يسلموا للامارات باذن الله. يا اخوان شاركوا هذا الفيديو، وشاركوا فيديو انس هبره، لاني على حسب ما حكى انس هبره ما بيعرفوا، وزير الداخليه ما بيعرف. فلازم السيد الرئيس احمد الشرعي يتدخل شخصيا، يعمل له تسويه وضع، او يا اخي روح ارجع على تركيا، ما في مشكله، بس الا انه يسلم للنظام الاماراتي. اذا سلم للنظام الاماراتي يعني سلم للاعدام. سجونه ما بتفرق شيء عن سجون بشار الاسد يا اخوان. ترى وضع جدا 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 مرعب عندهم. يعني والله العظيم عيب. عائلة الشامسي يا اخوان، هو من عائلة الشامسي من ارقى العوائل الاماراتية. يعني يمكن اماراتي اكثر من ولاد زايد، اكثر يعني نسبهم اصيل وعريق يمكن اكثر من نسب اولاد زايد. شغله مو بسيطه. بيت الشامسي مسكين سلبت جنسيته واصبح لا يملك شيء، ما عنده املاك، ما يستطيع يشتغل. يعني والله وضعه جدا جدا سيء ومزري، فقط لانه اراد ان يقول كلمه الحق. فارجو يا اخوان انك تشاركوا هذا الفيديو، وان شاء الله يعني نحن ما يلحقنا عار الدهر ونسلمه للنظام الاماراتي. وكل ثقه من بعد رب العالمين انه قائدنا احمد الشرع لديه من الاخلاق والدين ما يكفي انه ما يسلموا لدولته. هذا كل شيء هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.